سلام البنات، كيف بقيتو؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، الاحوال ديالكم طيبه، عواشركم مبروكه. اليوم البنات كما كتشوفوا في لا فيديو غادي نديرو سلو السفوف الزميطه، كل واحد شنو كيقولها بالطريقه ديالي. المبتدئات الطريقه اللي ساهله بزاف مع الشرح المبسط كما العاده. ما كنديرش بزاف ديال التعقدات في الوصفات ديالي. نبداو على بركه الله. ديك النهار وريتكم كيفاش كنغسلوا الزنجلان وكنخليوه كينشاف. دابا نوريكم الطريقه ديال التحمار ديالو من بعد ما كينشف لينا الزنجلان ديالنا. كنقبطوا كوكوط تكون ثقيله، الكوكوط اللي عندكم اللي كتستعملوها كديروا لها البوطه قليله وكديروا الزنجلان وكتبقاو تحركوه، ما كتحبسوش من التحريك البنات. شوفوا اللون ديالو كيجي ذهبي، كيجي محمر مزيان على حقو طريقو. هذه هي الطريقه ديال الزنجلان. كنحطوه جانبا وكندوزو المكونات اللي غادي نحتاجو في السلو ديالنا. كندوزو المكونات اللي عندنا النافع، حبه حلاوه كنشريوهم محبوب، كنغربلوهم وكنقيوهم وكنسخنوهم غير شويه وكنطحنوهم. عندنا القرفه حتى هي كنطحنوها. عندنا كيلو ونص ديال الكاوكاو، النص كنقليوه والنص كنحمروه في الفران، واللوز كذلك عندي كيلو ونص، النص كنحمرو في الفران بالقشره ديالو كيف ما كتلاحظوا، والنص الاخر كنقليه في الزيت من بعد ما كنسلقو وكنقليوه في الزيت بارده. وضروري البنات الطريقه ديال اللوز ديروه في الفران نص الكميه في الفران، وبكاوكاو كيطلق واحد اللذه زوينه بزاف. انا راه كيبان لكم في الكاميرا بحال محمر بزاف، ولكن لا، راه غير حيت الليل والاضاءه كتبان هكا. صافي كنطحنوا المكونات ديالنا كيف ما شفتوا، ما كنطحنوهمش كنهرمشوهم كيف ما شفتوا. لا اللوز الزنجلان كاوكاو المكونات كاملين كنطحنوها كنهرمشوها على هاد الطريقه هذه كيف ما موضح في الصوره. ما كنطحنوهمش حتى كنلينو كيرجع لنا داكشي بحال الطحين، وما كنخليوش. مهم كيجي مهرمش، كيجي انك من كتاكلي سلو. هو من بعد ما خلط القوام ديالي هكا قلت لكم، من بعد ما كنهرمشو من كتاكلي سلو كيجيك داك القرمشه. والطحين انا وريتكم الطحين كيكون مذهب وصافي. ودرت النافع الزنجلان ديالي، القرفه النافع الزنجلان نديرو شي قياس ديال 6 ديال المعالق. صافي كنديرو الزيت، انا ما كنديرش فيه الزبده والزيت ما كنطيبهاش، حيت لا طيبت الزيت واخا كنخليه يبرد كيرطب ليا القوام ديالي. كنعلك هكا وكندير السكر كلاصي. بالنسبه انا درت 3 كيلو د الزنجلان، كيلو ونص د الكاوكاو، كيلو ونص د اللوز، ربعه صغيره د النافع، ربعه صغيره د حبات حلاوه ولكن ما درتهمش كاملين. درت 6 المعالق من حبات حلاوه والزنجلان، 3 المعالق كبار د القرفه، المسكه الحاره وشي حكيكه ديال الكوزه ما نكتروش منها بزاف. وهاسلو ديالنا كيجي غزال معلك المذاق، كيجي زوين بزاف وكيجي مقوم البنات. غير جربوا كيف ما كنقول لكم البنات ديما، غير جربوه على الضمانه ديالي. سلو ناجح 100%، رائع بزاف البنات. انا غنخلي لكم الطريقه ديال التقديم ديال السلو، كل واحد يقدمه بالطريقه اللي كيبغي. انا وريتكم الطريقه بلديه عاديه، كل واحد كيتفنن في طاوله الافطار ديالو كيفاش يحط السلو، كيجي راقي بزاف. والمهم من هادشي كامل هو يكون المذاق زوين. انا متاكده لا جربتوا السلو بهذه الطريقه اللي قلت لكم كيجي زوين. الطريقه عاديه جدا، وطريقه التحضير كتبقى كل واحد والشكل اللي كيعجبها. كل وحده كتفنن في المائده الافطار ديالها. خليتكم على خير، باي باي.